المعايير اللي انت بتحددي بناء عليها ان لا انا عايزه المنتج ده لازم يبقى موجود عندي في اشتري مصري؟ بصي، اول حاجه زي ما قلت لك ان هو فعلا يبقى بينافس الافكس بتاعته، الجوده بتاعته، الباكجينج بتاعه حاجه مهمه جدا. انا برضو في حاجه، يعني في حاجه دايما الناس مش عارفاها، ان هو يبقى متواجد بشكل كبير. يعني انا لما اجي اعمل بي ار كامبين لازم ابقى ضامنه ان انت يسرا لما تخلصي تنزلي تلاقيه في الصيدليه. عشان في ناس بتقولي انت ليه مش بتشتغلي مع البراندز السكيل بتاعها صغير شويه، انها مش متواجده في كل حته. ما هو ده ماشي، بس مش هينفع يبقى في كامبين اشتري المصري دلوقتي. عشان انا عايزه يبقى براند موجود منتشر متوزع كويس، موجود في الصيدليات، موجود في القاهره، موجود في اسكندريه، لما عشان الناس بيتفرجوا تعرف عشان تلاقيه. الناس تعرف تلاقيه اكتر. دي من اهم الحاجات اللي انا ببص عليها، يعني الافيكاسي، الكواليتي، الانتشار بتاعه عامل ازاي. حتى خدي بالك، هو ممكن يبقى يعني الناس تقولي طب انت بتعملي ليه بتدخليه اشتري المصري لما هو منتشر؟ هو ممكن يبقى منتشر في حته معينه، انت بتاخديه لليفل تاني، والحمد لله. يعني انا من اكتر الحاجات اللي انا بحس ان هي عملت حاجه في اشتري المصري، لما يقولوا لي في البيزنس بلان في اي شركه بيعرضوا بيزنس بلان اخر السنه، ان هم بيعرضوا اشتري المصري. يعني لازم بيعرضوا جزء منها الكامبينز ان هم دخلوا فيها في اشتري المصري. فدي المعايير يعني الاساسيه اللي انا بختار فيها، ودايما بحاول ازود. يعني انا برضو اشتري المصري قررت ان هي مع كل اوكيجن نشوف ازاي نقدر نلبي احتياجاتنا من براندز مصريه.